أكد خبراء أن المغرب سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة بعد نيله شرف تنظيم نهائية كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، مستفيدا من الزخم الذي سيعطيه احتضان هذه التظاهرة العالمية. لكن استضافة كأس العالم تضع الدول المنظمة أمام تحديات تجهيز البنى التحتية الضرورية من ملاعب وطرق وفنادق وغيرها، فكيف يجهز المغرب نفسه لاحتضان أهم تظاهرة رياضية على الإطلاق، وما هي عوائد ذلك على اقتصاد البلاد؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم خوتي وخواتاتي، تحية لجميع مشاهدين هذا الفيديو، وتحية للمغاربة بالخصوص. وهذا الفيديو ديال المغاربة السبوعة. هذا الفيديو هذا اللي غادي نحطو هو ديال واحد الفضائية. دائما الفضائيات واعلاميين كيقولوا لك زعما كيطيروا، كيقولوا ها راه نقطروا السما العسال، ها راه نعكروا الفرحة ديال بعض المغاربة. للأسف كيلقاو المغاربة دائما في المواعيد ودائما السبوعة، دائما السبوعة. عود كيبغي يقطر السما العسل، المغربي كيقطر عليه الشمع، وحنا غادي نبقاو نقطروا الشمع حتى ليت الله الارض ومن عليها. حنا دابا اختصاص ديالنا نقطروا الشمع على اللي كيكرهونا وعلى اللي حاسديننا. هذا الحوار هذا استضف فيه مغربي، قال له اول حاجه، قال له دابا يعني دفعتوا الملف ديالكم 6 المرات، ولكن هذه المره هذه مشترك، يعني هذه المره هذه ديك الساعات كنتو كتدفعوا باش تشدوه بوحدكم، ولكن هذه المره غادي تشدوا كاس العالم تنظموه بوحدكم. قال له فعلا، قال له ديك الساعات كانوا كيتقدموا، كانت فيه 16 الاولى اللي غتلعب، 16 الاولى اللي غتلعب كره، 16 الفريق، ولات 32، دابا راه 42. عرفتي شنو هي 42؟ 42 فريق، 42 دوله، والجمهور ديالك الدول غيحضر. اذا دوله واحده ما غاديش تقد. هو كيجاوب وبقى كيعطيه، قال له ما يمكنش لانه صعيب. قال له كاع تكون دوله قداش كاع امريكان براسها. دابا ها هي ميريكان واشتركت مع كندا ومع المكسيك هنا باش تعرف بانه المغرب واحلين. حنا المغاربه. هذا هو علاش اللي بغيت نوجه رسالتي لخوتي المغاربه، يد في يد خصنا نعاونوا الصفحات، نعاونوا القنوات. هادو هما اللي كيقطروا الشمع على من اللي كيحسدنا وعلى اللي كيحاول يديرنا الحديده في الرويضه، باش نعاونوا هكذا، نعاونوا السبع ديالنا سيدنا. أستاذ بدر الدين، وهذا سؤالي، شاء له القدر أن كانت المحاولة السادسة ثابتة ولكنها منقوصة لما تفضلت بالإشارة إليه، لأن التنظيم سيكون بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال. كيف ترى هذا التشارك غير المسبوق الثلاثي في تنظيم كأس العالم؟ دعني أقول لك شيء مهم، على أنه كأس العالم التي نتحدث عنها اليوم منظمة بمشاركة 48 منتخبا، ولعلك ولعل المشاهد الكريم قد أدرك منذ أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على أننا سنمر من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا، على أنه يستحيل بالمطلق على أي بلد أن ينظم هذه النسخة من كأس العالم وحيدا. لذلك سنرى أول تنظيم ثلاثي لكأس العالم سيكون سنة 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وكان من الممكن أن يكون أيضا تنافس خلال 2030 بين 4 دول من جنوب أمريكا، وأيضا 3 دول ما بين إفريقيا وأوروبا. فلذلك أولا هذا التنظيم المشترك ليس غريبا الآن على كأس العالم، بل إنه يجب أن نتوقع من الآن على أن نسخ كأس العالم ستنظم بهكذا تعاون، بهذا التشارك. ولكن دعني أقرأ الأمور من وجهة أخرى، وكأنني أتحدث على النصف المملوء من الكأس، وهو أننا أمام نسخة مثالية. كأس عالم ستوحد بين قارتين، كأس العالم ستعيد إحياء تراث وثقافة وأيضا حضارة دول ترقد منذ زمن طويل على ضفة المتوسط. أنا أتصور أنها نسخة مثالية نموذجية، يتشرف المغرب بأن يقود هذا الملف مع دولتين شقيقتين ليعطي انطلاقة جديدة لتصورات جديدة، لتخيلات جديدة تؤكد دائما وأبدا على أن كرة القدم ما وجدت إلا لتوحد بين الشعوب.
وحتى ليس فقط رياضيا وإنما اقتصاديا. أستاذ يونس، أجدد الترحاب بك. ما هي العوائد على الاقتصاد المغربي من خلال تنظيمه للمونديال؟ مساء الخير وشكرا لكم للدعوة الكريمة. تحية لكم وتحية لضيفكم الكريم من مدينة الرباط. بطبيعة الحال كما أشار إلى ذلك صديقي بدر الدين قبل قليل، فكرة تنظيم المونديال ليست فكرة جديدة بالنسبة للمغرب، أي أن الأمر لا يتعلق بمغامرة أو مقامرة على مستوى التنظيم أو الكلفة أو التبعات التي تترتب عن عملية تنظيم هذه. وهناك أكثر من 30 سنة من التفكير لدى المغرب ولدى صانع القرار المغربي في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، وهذا السعي وهذا الإصرار على تنظيم كأس العالم خلفه بالدرجة الأولى هذا الطموح الاقتصادي. يعني أنا أعرف يعني أن هناك بعدا رياضيا أساسيا ومهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والمغرب بلد كرة القدم وفيه شغف كبير بكرة القدم إلى آخره، لكن أن يراهن المغرب أو الدولة المغربية على استضافة هذه التظاهرة بإصرار كبير بترشيحات متعددة وبمحاولات مختلفة، ورأوا هذا الطموح إلى تحقيق تلك الطفرة التنموية والطفرة الاقتصادية التي تسمح بطولة كأس العالم للدول التي تحتضن هذه التظاهرة بتحقيقها. وعودة أو تفاعلا مع سؤالكم السابق بخصوص هذا التقاسم التنظيم مع دول أخرى، وإن كان الأمر يعني منقوصا، أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بترشيح أو تنظيم واقعي أكثر، خاصة مع هذا الرفع الذي حصل في عدد الدول التي تشارك في كأس العالم. لكن أستاذ يونس، نعم. إن سمحت لي، هناك تحية جميع المغاربة. تشوفوا هذا التقرير هذا اللي كيقولوا خبراء كيقول لك غادي تكون واحد الطفرة نوعية في الاقتصاد، في البنية التحتية إن شاء الله في كأس العالم. ابتداء من دابا غادي تبدي تولي كتحرك باش يوجد كأس العالم، ومن بعد كأس العالم غتكون شي حاجة أخرى، مغرب آخر مور كأس العالم، مغرب آخر إن شاء الله. حاجة أخرى اللي بغيت نقول، قال لك دابا غادي يديروا الربط ما بين المغرب. شحال هادي كانوا كيهضروا في هذا الشيء هذا، شحال هادي كانوا كيقولوا غادي يديروا المغرب مع اوروبا مع افريقيا، اوروبا مع افريقيا، كانت غير هضره. دابا غادي يطبق يمكن في هذا كاس العالم. هذا كاس العالم هذا يمكن غادي نشوفوا ربط ما بين افريقيا واوروبا، يعني ما تران 14 الكيلومتر، يعني بحال غتحس بانها دوله اللي منظمه، دوله وحده يعني هما ثلاثه دولة، ماشي بحال ملي كانوا المكسيك وكندا، المغرب واسبانيا والبرتغال. يعني 14 كيلومتر ديال المسافة اللي كاينه ديال الطريق. يا لك رغولي تقطر الشمع وحنيني وحس بتقطر الشمع، صافي انت جينيرالات شوف مخرجين في حيط. تحية كاع اللي كيبغوا المغاربة، وتحية للمغاربة، وتحية للناس اللي كتحترم راسها وكتحترم الشعب المغربي وكتبغيه لا في سبيل الله ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم، كان معكم مجيد بين بلوس وأصداء المغاربية. مشاريع ستواكب تنظيم كأس العالم، سيكون هناك اشتغال كبير في الدول الثلاث على مستوى البنى التحتية، على مستوى الفنادق، على مستوى الملاعب، وأيضا هناك مشروع طموح انتظره المغاربة كثيرا لمدة 40 سنة، والمغاربة يحلمون بالعبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، ليس بحرا وإنما برا. فهل يتحقق ذلك مع كأس العالم؟ نتابع هذا التقرير أولا. ربط قارتي أوروبا وإفريقيا عبر المغرب حلم يراود كثيرين منذ عدة عقود، فهل سيرى النور قريبا بعد فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030؟ فكرة مشروع الربط القاري طرحت لأول مرة في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والعاهل الإسباني السابق خوان كارلوس. المشروع يشمل إقامة نفق في مضيق جبل طارق يسمح بإنشاء خط للسكك الحديدية، وسيمتد تحت البحر بعمق 475 متراً. التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل إلى 5 مليارات يورو. سيربط النفق وفق ما جاء في تقارير عدة بين مالاباتا في مدينة طنجة بالمغرب وبونتا بالوما بالقرب من مدينة طريف الإسبانية.
على غرار نموذج نفق بحر المانش بين فرنسا والمملكة المتحدة. سيتيح النفق ربط شبكات الطرق بين أوروبا وإفريقيا. المغاربة يأملون في أن يعزز مشروع الربط القاري مكانة مدينة طنجة شمالي البلاد كمدينة دولية متوسطية قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية. بحسب المصادر المغربية والإسبانية فإن هذا المشروع سيسهل عبور 13 مليون طن من البضائع وأكثر من 12 مليون مسافر سنوياً على المدى المتوسط. التحديات التي عرقلت تنفيذه حتى الآن هي المخاوف الأوروبية من أن يكون بوابة جديدة للهجرة غير النظامية، هذا بالإضافة إلى كون طبيعة منطقة جبل طارق ذات الصخور الطينية تشكل تحديات، فهي ليست كلسية كصخور بحر المانش. فهل سيتجاوز البلدان تلك الصعوبات ويرى هذا المشروع النور قبل مونديال 2030؟ أعود إليك أستاذ يونس. بدأ الحديث عن إحياء هذا المشروع حتى قبل الإعلان عن احتضان المغرب لمنافسات كأس العالم 2030. إلى أي مدى قد يساعد تنظيم كأس العالم هذا المشروع في التحقق إن شئت؟ أعتقد شخصيا أن هذا التنظيم المشترك لكأس العالم سنة 2030 سيكون بمثابة العصا السحرية، دعني أقول ذلك يعني بدون أن أخشى المجازفة، لتحقيق هذا المشروع القديم. كما جاء في تقريركم، فكرة المشروع تعود إلى عهد الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس العهد الإسباني، والمشروع ظل عالقا أو مجمدا لفترة طويلة، لكنه في الفترة الماضية قبل سنة إلى سنتين عاد إلى أجندة كل من الحكومتين المغربية والإسبانية. وقد سجلنا ولاحظنا مجموعة من اللقاءات ومن التصريحات خاصة من الجانب الإسباني من وزير التجهيز الإسباني تشير إلى ظهور معطيات علمية جديدة ودراسات جيولوجية جديدة تبين إمكانية إنجاز هذا الربط، ربما بطريقة أخرى ليس بالضرورة عن طريق النفق، ربما يتم الحديث عن الجسر المعلق أو حلول أخرى التي ربما تكون أقل كلفة. فقط أريد أن أشير إلى أن هذا المشروع بعلاقة بكأس العالم يحل مشكلة أساسية والتي ظلت منذ الثمانينات تحول دون إنجاز المشروع، وهي مسألة التمويل. كما جاء في تقريركم، فكرة النفق تكلف مليارات الدولارات، وهذا الأمر يتطلب تعبئة أموال حكومية وأموال من القطاع الخاص، وهذا يعني يستدعي وجود دراسات تبين وجود أرباح ووجود عائد اقتصادي. الآن مع وجود هذه التظاهرة والحركية السياحية والاقتصادية والتجارية التي ستحدث قبل وأثناء وبعد المونديال، أعتقد أنها ستسرع من إنجاز هذا النفق. فقط لتعقيب بسيط على سؤالكم، الأمر لا يتعلق فقط بحلم أو رغبة المغاربة في العبور، هو أيضا حلم للأوروبيين بالعبور نحو إفريقيا، سواء للسياحة أو للأعمال أو للتجارة. والربط هو أيضا ليس بين المغرب وإسبانيا فقط، بل هو، وهكذا يجب أن ينظر إلى هذا المشروع، هو ربط بين قارتين، بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وسيكون الربط البحري الأول أو الوحيد بين القارتين. ونحن نعرف جميعا الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية، وبالتالي المصالح التي يمكن أن تجنيها حتى الدول الأوروبية. أتفق معك أستاذ يونس. هو الجسر سيكون في الاتجاهين بطبيعة الحال، ولكن الفكرة كانت مغربية والحلم في بدايته كان مغربيا. سأعود إلى الأستاذ بدر الدين. لم تخفت الفرحة يا أستاذ بدر الدين بالإعلان عن تنظيم المغرب بطولة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، حتى بدأت وسائل إعلام إسبانية ومغربية تتحدث عن منافسة بين البلدين، بين إسبانيا والمغرب، حول استضافة المباراة النهائية. كيف تتوقع حسم هذا الخلاف؟ لنكن أمناء ونعيد الأمور إلى سياقتها الزمنية والطبيعية جدا. نعرف جيدا على أنه كان المشروع أو كان الحلم يراود البرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم. هما حاول ذلك سنة 2018 لما أسندت كأس العالم إلى روسيا. كان بإمكانهما أن يعود أيضا لطلب كأس العالم ل 2030، ولكن دعني أقول لك على أن دخول المغرب وإعلان الرسمي
على إطلاق الملف الثلاثي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال حفل تكريمه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكيغالي برواندا خلى الاعتقاد راسخ على أن وجود المغرب في هذا الملف هو ما يعطيه الكثير من موازين القوى، وهو ما يضعه في صدارة الترشيحات. وبالتالي بات الحديث على أن ملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي ملف لا يجارى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقاس في عوائده الاقتصادية وفي إشعاعه الرياضي بالملف الأمريكي اللاتيني مجسدا في الدول الأربعة: الأوروغواي، الباراغواي، الأرجنتين والشيلي. برغم من أن هذه الدول الأربعة راهنت على المعطى العاطفي الذي يقول على أن كأس العالم يحتفل بمئويته ويجب أن يعود إلى مهد الانطلاقة التي هي الأوروغواي، وهذا أمر نتفق عليه ونتضامن معه. ولذلك الفيفا أوجدت مخرجا جميلا جدا بأنها برمجت 3 مباريات ستقام. مباريات أولى ستقام بالأوروغواي، الباراغواي والأرجنتين، وبعد ذلك تنتقل كأس العالم كلها إلى الدول الثلاث. أنا أقول على أن كل هذا الكلام هو كلام صحف نجتهد في هذه التخريجات الإعلامية، ولكن طاولة المفاوضات التي ستكون يوم 18 أكتوبر ستكون حاسمة في ترتيب العديد من الأولويات. الإسبان يقولون اليوم، وهذا من حقهم، على أن إسبانيا هي محرك هذا الملف، وبالتالي من حقها أن تستضيف المباراة النهائية، بل إن هناك من يرشح ملعب سانتياغو برنابيو الذي أعيد ترميمه وتحديثه على أن يكون ملعبا للمباراة النهائية. ولكن الطرف المغربي أيضا تأكيدا على ما جاء لسان سيد فوزي القجع الذي نصب اليوم من طرف صاحب الجلالة كرئيس للجنة كأس العالم 2030، قال على أننا كمغاربة أيضا نتمنى أن نستضيف نهائي كأس العالم في الملعب الجوهرة الذي سيبنى بمدينة الدار البيضاء أو في ضواحي مدينة الدار البيضاء، سيتسع لأكثر من 100,000 متفرج، وسيكون من نفس طبيعة وطينة سانتياغو برنابيو. أنا أتصور سيدي العزيز زميلي العزيز أحمد على أن جلسة التفاوض على طاولة هادئة ستعطي لكل ذي حق حقه. وإن كنت أجزم من هنا على أن نصيب الأسد في استضافة المباريات غتكون عند المغرب وإسبانيا، فيما ستنال الحظ المتوقي البرتغال على اعتبار البنى التحتية الرائعة التي يتمتع بها المغرب وتتمتع بها إسبانيا أيضا. إذا كان هذا سيكون تحديا كبيرا في اقتسام المباريات وأهميتها. أستاذ يونس، ماذا عن آلية اقتسام الامتيازات المادية بين الدول الثلاث؟ هل هناك آلية ما لتقاسم عوائد تنظيم كأس العالم؟ وباختصار لو تفضلت. أعتقد على أن التنافس أو المنافسة هو روح الرياضة، وهذه تظاهرة رياضية بالدرجة الأولى، وبالتالي حتى تنافس الدول الثلاث فيما بينها في عائدات هذه التظاهرة المشتركة هو أمر مشروع، ويجب يعني أن ننظر إليه بطريقة إيجابية. أعتقد على أن الحسم سيكون بين الدول بتوزيع عدد وطبيعة المباريات التي ستحتضنها كل دولة. بعد ذلك أعتقد على أن الأمر سيصبح له طبيعة سيادية، بمعنى أن لكل دولة حسب إمكاناتها وبنيتها التحتية وجاهزية ملاعبها إلى آخره أن تختار المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات التي ستسند إليها. إلى حد الآن يتم الحديث عن مجموعة من الاحتمالات ومن السيناريوهات بالنسبة للمغرب، لكن على الأقل المدن الكبرى التي يتم الحديث عنها مثل مدن طنجة، الرباط، الدار البيضاء، ربما أيضا مراكش وأكادير، لا أعلم إن كان الأمر واردا أم لا، لكن هذه مدن يعني بها بنيات تحتية جاهزة، بها يعني ملاعب، بها وسائل نقل، بها فنادق، بها، وبالتالي أعتقد على أنه الكلفة التي سيستدعيها تأهيل هذه المدن من طرف المغرب لن تكون كبيرة مقارنة مع لو أنه استضاف المونديال لوحده، بمعنى أنه هذا النوع من التوزيع، لهذا قلت في البداية أنه تنظيم عقلاني أكثر، خاصة مع ارتفاع عدد الدول المشاركة. وبالتالي أعتقد أن المغرب لن يكون مطالبا بتغيير شامل لبنيته التحتية، بل هناك أرضية جاهزة، هناك مطارات، هناك محطات لطرق للقطارات، هناك أمور التي يمكن أن نبني عليها، وحتى بعد نهاية المونديال لن تكون يعني عبئا على الاقتصاد المغربي، بل سوف تكون مفيدة بالنسبة للأنشطة السياحية والتجارية إلى آخره التي سوف يطورها المغرب بناء على هذه التظاهرة.
طيب بالعودة إلى ما هو رياضي صرف، أستاذ بدر الدين، سقف توقعات العالم من كرة القدم المغربية ارتفع كثيرا بعد أداء منتخبه الرائع جدا في قطر. هل هناك استراتيجية واضحة لرفض المنتخب بكفاءات من مستوى لاعبي المونديال السابق زياش، حكيمي، النصيري وغيرهم في ظل الدوري المحلي الضعيف لربما؟ لا، أنا أتصور على أن تنظيمنا لكأس إفريقيا الأمم 2025، تنظيمنا لكأس العالم 2030 بمعية الجارين إسبانيا والبرتغال يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة جدا. المسؤوليات التنظيمية لتهيئ الملاعب للمستويات العالية، وأنا أعتقد أن المغرب شرع في تحديث بنيته التحتية لا على مستوى مركب الأمير مولي عبد الله بالرباط ولا على مستوى مركب طنجة الكبير، وأيضا الأشغال ستلامس المركبات الأخرى من أكادير إلى مراكش إلى مدينة فاس، إحداث ملعب عملاق بمدينة الدار البيضاء. ولكن دعني أقول لك على أننا أيضا نحتاج إلى معالجة كل الأعطاب والاختلالات التي تسود اليوم المنظومة الكروية الوطنية. يجب أن نتمثل روح أولا البلد الذي وصل منتخبه إلى نصف نهائي كأس العالم، يجب أن نتمثل أيضا روح البلد الذي لا يراهن فقط على تنظيم كأس العالم وعلى تنظيم كأس إفريقيا للأمم، ولكن يراهن على أن يدافع عن حظوظه في التتويج باللقبين معا. الأمر ليس مستحيل وليس مستبعد. وأنا أقول لك على أنني منذ اليوم الأول الذي حقق فيه الفريق الوطني هذه الإنجازات الرائعة بمونديال قطر، كنت حريصا على أن أؤكد على ضرورة استدامة هذا النجاح وعلى ضرورة الاستثمار في هذا الإرث الكروي الجميل، والاستثمار واستدامة هذا الإرث الجميل يكون عن طريق تصحيح كما قلت الاختلالات الموجودة على مستوى الممارسة الرياضية أو الكروية الوطنية، الدفع بمجالات التكوين بكل مستوياتها. وأعتقد على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفهمت هذا الأمر، وقد أطلقت مؤخرا مشروعا يقول، وهو مشروع أنا أعتقد ولو أنه قابل للنقاش ولكنه مشروع يقول على أنه نريد في الأمد القريب على أن يتشكل المنتخب المغربي من 50% من لاعبين خريجي أكاديميات ومراكز التكوين بالمغرب، وهذا رهان مشروع. أعتقد على أن منظومة التطور الكروي هي منظومة شاملة لا يمكن أن تقبل بالتقطيع ولا يسمح بتصحيح كل هذه الاختلالات. أستاذ بدر الدين، أستاذ يونس، المغرب يواجه إعادة إعمار أكثر إلحاحا للمناطق التي ضربها الزلزال. من أين سيمول كل هذه المشاريع؟ ملاعب، بنى تحتية، منازل دمرها الزلزال وما إلى ذلك، وباختصار لو تفضلت. أعتقد على أن تنظيم تظاهرة من حجم كأس العالم هو يعني يكون فرصة لجلب استثمارات خارجية، يكون فرصة لشراكات، يكون فرصة أيضا لتعبئة موارد مالية واستثمارات حتى من القطاع الخاص على المستوى الداخلي، لأن الفرق الذي يصنعه حدث مثل هذا هو ضمان المردودية وضمان العائد، وبالتالي هذه المسألة ديال الكلفة تصبح نسبية. ما يمكن أن نطرحه نحن كمغاربة وأننا نتمنى نرجو أن يتم فتح نقاش وطني حول هذا تنظيم كأس العالم، لأن المغرب ما قبل تنظيم كأس العالم 2030 لن يكون مثل المغرب ما بعده. إذن علينا أن نفتح نقاشات حتى لا يكون لدينا هذا النوع من الهاجس، حتى لا يكون هذا الكلفة التي يتطلبها إقامة التظاهرة على حساب أوراش وخدمات أساسية أخرى المغاربة في أمس الحاجة إليها. إذن علينا أن نكون منفتحين إلى أقصى الحدود ونعتمد قدرا كبيرا من الشفافية حتى نضمن أن يكون هذا الحدث فرصة لنستفيد جميعا ولا يكون لفائدة طرف على طرف آخر. شكرا لك أستاذ يونس مسكين، كنت معنا من الرباط، ومن الرباط أيضا شكرا لك أستاذ بدر الدين الإدريسي. نهاية المسائية، إلى اللقاء. وأنا مزاوق أخوتي المغاربة لما تعاونوني في واحد الحاجة. بغينا القجع عامين يولي رئيس حكومة، القجع
عامين رئيس حكومه، انا مزوق القجع عامين رئيس حكومه. انا كنعطيك صوتي واخا ما عمري صوتي انا وصوت عائلتي وصوت كلشي، ولادي مازال ولادي مازال ما عندهمش الحق يصوتوا، انا غنقول لهم صوتوا دابا. القجع عامين عافاك، عامين رئيس حكومه، انا مزوق عامين، انا مزوق فيك القجع. يعني باش تشوف انت غير القجع بوحدو مرض لك دوله بجنرالاتها باعلاميين مستغلين بلاطوات ومستغلين فضائيه قداش، يعني مشهورين بسبب ديك الفضائيه، متابعين ديك الفضائيه، محبي المعلق متبعينه يحاول يقطر السم على العسل. لكن نحن المغاربه نقطروا عليك الشمع، فهمتيني ولا لا؟ نقطروا عليك الشمع، راه تقطر الشمع راه صعيب من تقطر العسل. السم على العسل هذا كيقتل في مره، يعني حنا ما غنقتلوش، غنخلوك حي، ولكن نبقاو نقطروا عليك الشمع.